السلام عليكم متابعي قناة فن ومشاهير، مرحبا بالجميع. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك كل ما هو جديد بالضغط على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. حقيقة اعتزال صفيناز الرقص واعتناقها الإسلام وارتدائها الحجاب، وجليلة ترتدي الحجاب وتطلب رأي محبيها. انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أخبار كثيرة تزعم بأن الراقصة صفيناز اعتزلت الفن وارتدت الحجاب، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأخبار، الأمر الذي دفع صفيناز للرد عليها. وكتبت صفيناز من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك: أنا أحترم الجميع وأحترم المحجبات والحجاب، لكنني لم أتحجب ولم أعتزل الرقص، وهذا شيء لا يصح فيه الهزار أو التهريج وعيب. وأضافت: هم كل يوم بيطلعوا إشاعات وأنا مش برد، ولكن الديانة خط أحمر. وتابعت: الأخبار الصحيحة فقط هي التي تنشر من خلال صفحتي الرسمية الموثقة على فيسبوك وحسابي الرسمي الموثق على انستجرام فقط. ونشرت عارضة الإزياء جليلة صورة جديدة لها وهي ترتدي الحجاب عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها طالبة رأي المتابعين: حبيته. رأي الجمهور انقسم إلى اثنين، فمنهم من عبر عن إعجابه بشكلها في الحجاب، ومنهم من طلب منها ارتداء الحجاب شرط التخلي عن مجال الأضواء. يذكر أن جليلة أثارت الجدل بعد أن صرحت بأن الفنان تامر حسني حاول أن يعاكسها رغم زواجه، إلا أنها رفضت الأمر، وقالت أساسا إنها لا تحب أن ترتبط بأي شخص مشهور لأنها شخصية غيورة جدا ولا تقبل أن يشاركها أحد في زوجها. شكرا لكم على المشاهدة.